هلو هلو. انا والضد عمر اول يوم النهارده تدريب كوره، ولسه ناقص دودو يوم السبت هاند بول. قلت اوريكم النهارده بقى البطل الصغير بتاعي هيعمل ايه. طبعا عمر من اول يعني ليش معنى اتمرن كوره، لان هو اشول ماشي، فبيقال ان اللي بيبقى اشول بيبقى لعبه احلى او بيبقى اذكى حتى في الدراسه او كده يعني. فبدات ازاي ان هو كان بينزل مع باباه يروح الماتشات ويروح الاستاد، يرجع بقى عامل فيها بطل قومي، عاش يا شنو، ويفضل يخبط على صدره كده وحاجات غريبه. المهم ويقعد بقى يلعب بالكوره في البيت، ولعيب كوره يعني. فبابا اصلا كان بيحب الكوره جدا، ومن كتر ما كان بيلعب جاله 2 صليبي فلازم يعمل عمليه، فمن ساعتها هو ما بيلعبش لانه ما عملش العمليه. فهو بقى قرر ان هو يحط كل اللي كان نفسه يبقى فيه عمر ان شاء الله لما يكبر يبقى فيه. حتى عمال يحفزه، يا عمر انا نفسي لما تكبر بقى تروح بطولات، وبص وانت هتعيشنا في فيلا وانت ما اعرفش ايه وايه، عارفين النبر اللي هو من قبل ما يحصل حاجه ده، هو دوت يعني. المهم فالنهارده كان اول تدريب كوره. طبعا عمر من ساعه لما عرف ان هو خلاص اوكي هيتمرن كوره، انا الفكره عندي في التمرين ان هو بعيد، انا لسه ما نقلتش، فهستعجل كده بقى في النقل علشان ننجز وربنا ييسر الامور. فطبعا من ساعه لما عرف ان هو هيتمرن كوره وهو بيعد الايام كده على صوابعه. ويا حبيبي اول ما جاب اللبس بتاع التمرين، هي بتبقى باك كده فيها اللبس، هي جايه من النادي طبعا، انا ممكن اجيب من بره يعني، بس ايه قدام يعني مش مستعجله دلوقتي. وهو بيحلم بقى باليوم ده، فالنهارده كان اول يوم، فقلت له انا هصورك في كل حاجه، خليكم معايا. وطبعا ده كان اول يوم. انا اول ما شفته اصلا نازل كده بيلعب ومتحمس، حسيت ان دقات قلبي كده بقت سريعه جدا. ومعرفش، عارفين شعور لما مثلا يجي حد غالي عليكي هيتجوز مثلا فتعيطي؟ اهو ده كان شعوري، هبل بعيد عنكم. وبرده كان في بالي لحظات ان بابا لو كان موجود الف رحمه ونور عليه كان هيفرح بيه قوي قوي. لان هو كان نفسه ان عمر في المستقبل يبقى حاجه. لان بابا طبعا احنا 3 بنات يعني، فكان طموحه ان هو اصلا اول ما جبت عمر ان هو بقى يقول لي ايه، انا نفسي بس يشد عوده شويه كده والبسه الجلابيه وينزل بقى يصلي معايا في المسجد. فهو عنده عمر كان العين والنني يعني. فطبعا الله يرحمه ملحقش يشوفه في الجراديويشن بتاعه لما اتخرج من كيجي، وملحقش يعني، هو حبيبي ملحقش اي حاجه، الله يرحمه يا رب ويغفر له. فكان جواه احاسيس متضاربه جدا وفرحانه قوي، ونفسي اشوفهم حاجه كويسه، نفسي ربنا يعوضني خير عنهم. وانا كمان عشان ملياش اخوات ولاد ولا عمام ولا خلان، فدايما ببص لعمر واقول له انت لما تكبر بقى هتبقى سندي وظهري وكده، وهو ان شاء الله هيبقى كده. فاعيش يا رب واشوفهم احسن ناس وازرع كل الخير جواهم، وتعيشوا وتشوفوا ولادكم في احسن حال يا رب العالمين. لان فعلا اكيد بيبقى شعور مختلف. لما دي اتخرجت من كيجي كنت حاسه احساس غريب، لما جه عمر اتخرج من كيجي حسيت احساس غريب وخوف ان لسه الطريق قدامي طويل قوي قوي قوي. طلباتهم كتير، مستلزماتهم كتيرة جدا. فدايما ندعي كده ربنا ان يقدرنا ان احنا نربيهم ونطلعهم كده دايما في احسن صورة ونشوفهم ناجحين ومتفوقين. فعلا ساعتها الواحد هيبقى امتلك الدنيا وما فيها. فربنا يقدرنا على تربيتهم ويعيننا على مصاريفهم في ظل الاسعار اللي احنا بقينا فيها دي،
وربنا يرحمنا برحمته. وطبعا قلت له ان انا هنزل لك الفيديو علشان طبعا اي حد يشوف الفيديو يدعي لي ان انا اقدر على تربيتهم وبس كده. فاشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، ودوت فيديو طبعا ملوش علاقه بالقناه، بس انا محتاجه منكم تحفيز وتحمسوني. فهنا كانوا خلاص طالعين، اشوفكم على خير يا رب، وباي باي.